مصري ولا ايه؟ لا مصر طبعا. ما تهزرش. Yes. Where are you from? I'm from Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah. انا سالت يهودي قلت له ايش رايك ببودابست؟ فكان رده قال لي نحن بالنسبه لنا انا اعتبر بودابست تل ابيب الثاني. تل ابيب الثاني. صحابي وصحباتي، اهلا بكم في يوم جديده ومغامره جديده. النهارده مغامرتنا باديه في مدينه بودابست عاصمة المجر. مدينة مش جديدة بالنسبة لنا، مدينة جيناها على مر السنين اللي فاتت، بما اننا بقالنا فترة طويلة في اوروبا فجالي فرص كتير ان انا ازور المدينة الجميلة دي، ولكن عمري ما صورت لكم فيها فلوج. فالنهارده بما اني مقضي تقريبا نص يوم في المدينة دي، مش مطولين، فهصور لكم زي ما تقولوا كده الانطباعات الاولية. احنا دلوقتي في محطة القطر اللي اسمها بودابست نيوغاتي، وده القطر اللي جاي من التشيك. تشيسكي دراي دي الشركة الرسمية بتاعت القطورة التشيكية، وكتير من القطورة دي اكيد الناس اللي عايشه في القاهره او في مصر بشكل عام عارفه ان احنا القطوره بتجيلنا معظمها من المجر. يعني هتلاقوا القطر المجري، في القطر الاسباني، وفي دلوقتي قطوره كتير تانية، ولكن القطر او البلد اللي كان بيجيلنا منها قطوره كتير هي المجر. وبرده القطر التشيكي هو زي المجر، يعني نفس الفكره ونفس التقسيمه من جوه والكلام ده كله. دلوقتي هنطلع مع بعضينا ونستكشف المنطقه اللي حوالين محطه القطر لحد ما نوصل للفندق اللي انا قاعد فيه اليوم او الليله اللي انا قاعدها هنا في بودابست، لان بكره المفروض هنبدا ايفنت مع ريد بول. المفروض ان هي يعني زي ما تقولوا كده مسابقه، بنبدا من بودابست، والمفروض الهدف ان احنا نوصل لحد برلين بس من غير فلوس تماما. يعني العمله الوحيده اللي احنا نقدر نستخدمها هي كنزات الريد بول. فانا ممكن اخش على حد مثلا اقول له ممكن تبيدني عندك النهارده واديك قصادها 5 ريد بول، ده ممكن، ولكن ان انا اطلب منهم مثلا ان انا ادفع لهم فلوس ويقعدوني ما ينفعش، ممنوع. هحاول ان انا الايام الجايه اصور لكم الرحله دي على التليفون في الفلوجز القصيره اللي بعملها على الانستجرام. فاللي مش بيتفرج على الانستجرام يا ريت تخشوا على الانستجرام عشان تشوفوا خلف الكواليس، لان مش هكون بصور قوي بالجو برو الفتره دي، لان هيبقى موضوع متعب وهيبقى كل يوم مختلف، فهيبقى صعب ان انا ادمجهم كلهم في فلوج كبيره على اليوتيوب. فالنهارده استمتعوا بالفلوج بتاعت بودابست الكامله اللي هنستكشف فيها شوارع بودابست. ولكن لو عايزين تشوفوا بقى خلف الكواليس في الرحله من بودابست لحد برلين فخشوا على الانستجرام. اليوزر نيم سهل جدا، هو سيف 4 حروف. فنودع محطه القطر، نشرب لنا بق ميه لان هكون بتكلم كتير معاكم النهارده، فغالبا هعطش وريقي هينشف. دي فاونتن كده موجوده برضو حوالين بودابست كتير منها. اول ما تنزلوا من القطر لو عطشانين تروحوا يا دوبك جايين دايسين على الزرار ده، ومن بق الاسد او معرفش ده ايه بالظبط ينزل لكم شويه ميه ساقعه ونقيه. نودع القطر التشيكي ونطلع دلوقتي نستكشف شوارع بودابست الحيويه، لان اتوقع دلوقتي في فتره مايو هتبقى الدنيا مزدحمه جدا، لان اتوقع في الفتره دي من السنه الدنيا هتبقى حيويه جدا، لان السياح بتيجي من امريكا ومن كل القارات المختلفه، لان دي بدايه الاجازات الصيفيه، ويجوا يستكشفوا بقى المنطقه دي من اوروبا، وذر بقى بودابست او برشلونه زي الفلوج اللي فاتت، او براغ والمناطق اللي هي المدن الكبيره الشهيره هنا في اوروبا. هذه المحطه الصراحه نظيفه وراقيه وهاديه. الناس زي ما انتم شايفين قاعده مستنيه القطوره بتاعتها، وتقدروا ان انتم تشتروا تيكتس من هنا برضو. ولكن هنا في اوروبا الدنيا كلها معظمها شغاله يعني تيكتس اونلاين. يعني لما باجي اسافر بالقطر ولا حاجه اروح حاجز على طول اونلاين واركب القطر، ويا دوبك يعملوا سكان للكيو ار كود وعلى طول تطلعوا على المنطقه اللي انتم عايزينها. المفروض يعني ان محطات القطر في المنطقه دي من اوروبا، المجر، التشيك، بيبقى حواليها يعني اللي بيسموهم الغجر او الجيبسيز. فهتلاقوا كتير قدام المحطات هنا بيبقى فيه يعني مش اجمل مناظر في المدينه، ولكن ما تاخدوش الانطباع من قدام المحطات بتاعه القطر. يعني خشوا على المدينه وابداوا استكشفوا، هتكتشفوا ان المدينه انضف من الانطباع الاولاني اللي هي بتديه لكم. ولكن انا شايف برضو ان هنا الانطباع مش وحش خالص. ناس اهي كله يا اما مخلص الويكند في بودابست وراجع على المدينه بتاعته، يا اما خلص البودابست في المدينه بتاعته وراجع على بودابست بقى، ممكن للشغل للدراسه للكلام ده كله. ومدينه فيها يعني زي ما تقولوا كده طرق ترانسبورت او تنقل كتيره، يعني في الترام، في التاكسي، في اللي هي الحارات بتاعه العجل. وهنا بيحترموا جدا الرولز دي، يعني لما يكون في مثلا حاره للعجل
صعب قوي ان انتوا تلاقوا مثلا عربيه راكنه هناك، ممكن تاكسي في السريع ينزل او يطلع نكسر احنا الاشاره بما اننا احنا مصريين يعني. ولكن بشكل عام هنا البلاد دي بتتبع الرولز بشكل كويس يعني، مش زي عندنا مثلا في مصر ممكن تكون الاشاره حمراء والواحد يعدي زي ما انا بعمل كده دلوقتي. انا مش احرق اكزامبل. طبعا محلات بقى قدام المحطه تبقى معظمها حاجات سريعه يعني، اللي عايز يخش يجيب كافيه يركب بيه القطر، او اللي لسه طالع من القطر ونفسه هفاه على كوبايه قهوه يخش هنا على طول. فتقريبا هتلاقوا الشارع او الشوارع اللي بتبقى قريب من المحطات بيبقى فيها مبدئيا محطات اتوبيس كتير ومحطات ترام، وبيبقى فيها كافيهات ومطاعم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. والصراحه كافيهات حلوه يعني، الناس اللي قاعده مهندمه، وفي بقى مطاعم كتير يعني. ده مثلا مطعم تركي نقدر نقف هنا نجيب ساندوتش دونر او كباب في السريع. ادي واحد تاني بيفتح برضه، بس ده الظاهر بيتزيريا. الحاجات اللي هي الاكلات السريعه اللي هي 2 يورو 3 يورو، تقدروا على طول تجيبوا سناك كده يشبعكم الكام ساعه الجايين قبل بقى ما تطلعوا على القطر او تبداوا مشاويركم هنا في بودابست. والعمله هنا طبعا مش يورو، انا بحسب باليورو بما اننا في اوروبا، ومعظم الناس اللي بتتفرج على الفلوج هتبقى فاهمه الى حد ما اليورو قد ايه. ولكن احنا هنا في المجر بيستخدموا عمله اسمها فورنيت. اليورو تقريبا 400 فورنيت اتوقع في الفتره اللي انا موجود فيها هنا. فليتس سي مثلا البيتزا ممكن بتبقى ب 900 فورنيت، اي 2 يورو 2 يورو ونص بالكتير. فالدنيا برضو تعتبر هنا في البلاد اللي زي المجر وتشيك والكلام ده كله ارخص مقارنه بمناطق زي برشلونه. طبعا اول حاجه بنلاحظها هنا مقارنه مثلا ببرشلونه، شكل الناس مختلف شويه يعني، مدين اكتر على البلاد اللي هي سلافيه وزي روسيا واوكرانيا والبلاد دي. اي نعم هنا في المجر لاحظت شويه الناس ممكن بيبقى شكلها اغمق يعني، في مثلا حد يبقى شعره اسود، حد بيبقى اسمراني شويه، ولكن ده عشان بيبقى فيه ميكس. عندهم برضو تاتش عثماني قديم شويه، وعندهم برضو زي ما تقولوا كده جينات من اماكن مختلفه يعني. تشيك مثلا ممكن يبقوا الناس مفتحين اكتر شويه، في السويد مفتحين اكتر شويتين 3. ولكن اكتر حاجه بتبهرني هنا في المجر هي اللغه يعني. ده اول ملاحظه هتلاحظوها اول ما تنزلوا في المجر، ان انتم مش فاهمين ولا كلمه. ممكن المحلات اللي هي الانترناشونال بالايطالي مثلا تبقوا فاهمين شويه، ولكن اللغه ذات نفسها بتبقى معقده جدا، لان اللغه المجريه تعتبر من اللغات اللي ملهاش اصل وفصل يعني. مثلا الالماني والانجليزي جايين من نفس الاسره، زيهم زي السويدي والدنماركي والحاجات دي. التشيكي والسلوفاكي والبولندي جايين من نفس الاسره اللي هي اللغات السلافيه زي الروسي والاوكراني والبلغاري والحاجات دي كلها. فلو تعرفوا لغه فيهم بتفهموا الى حد ما انتوا رايحين فين. ولكن المجري اللغه الوحيده تقريبا في اوروبا اللي ما لهاش فصل واصل يعني. هم بيقولوا ان هي شبه الفنلندي، فهي المجري والفنلندي يعتبروا لغه شبيهه، ولكن حتى الفنلنديين ما يفهموش المجاريين والمجاريين ما يفهموش الفنلنديين. فهم لغه يعني معقده جدا يعني. لو قريتوها، حاول ان انا دلوقتي اشوف لكم مكان مكتوب فيه بالمجري، مش هتفهموا حاجه يعني. معظم الكلام بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده معرفش ايه، ممكن يكون كوافير، ولكن لو قريتوا الكلمه دي اصلا هتخافوا ان انتوا تقروها، لان معقده طويله وفيها احرف ما تتنطقش ورا بعض يعني. سيبسج صالون يعني اظن دي معناها صالون، وممكن سيبسج دي معناها صالون شعر او صالون ستات، وهذه كلمه تانية. كله كلام معقد. نحاول ان احنا نقرا مثلا حاجه زي دي يعني. مفيش اي كلمه مثلا تقدروا ان انتوا تقولوا دي شبه كلمه انا قريتها في الالماني فانا فاهم الى حد ما هم بيقولوا ايه. لا، انا يعني المجر فعلا بحس ان انا جاهل تماما فيها. لما بحاول اقرا ساين او اي حاجه ما بفهمش كلمه تماما. ولكن الميزه بقى ان المجر بما انها بلد سياحي، فمؤخرا بقوا سواقين التكاسي وسواقين الاتوبيسات والناس اللي شغاله في السياحه الى حد ما بيعرفوا ان هم يتكلموا انجليزي حلو يعني. لحد دلوقتي اي حد حاولت ان انا اتعامل معاه هنا في المجر على الاقل اخر كام ساعه الصراحه رد عليا بالانجليزي وبكل احترام، وعارف ان انا سايح، وعارف ان انا يعني من اصل ملايين بيجوا يزوروا بلده كل سنه وما يعرفوش اللغه، فبيحترموا الموضوع ده. زمان لما جيت مثلا من حوالي 9-10 سنين كان الموضوع معقد اكتر شويه، لان كانت الناس لسه مش مرحبه. فزي ما تقولوا كل ما تبعدوا من السنين اللي كانوا هم فيها في الشيوعيه، كل ما بيبقوا متفتحين ومتفهمين وبيبقوا متقبلين شويه الاجانب عن الجيل القديم يعني. لو كلمتوا حد مثلا في العشرينات في الثلاثينات هتلاقوه بيتكلم معاكم انجلش
ولذيذ ومحترم وكل حاجه. ممكن فوق كده شويه يبقى تحسوا بشويه عنصريه، ولكن بشكل عام البلاد دي بعكس ما ناس كتيره فاكره مش عنصريه تماما، والناس فيها مرحبه. اي نعم في كيسز انديفيدوال كده ممكن تحسوا ان حد عنصري او حاجه، ولكن مش معناها ان الناس هنا عنصريه تماما. ادي اتوبيس هناك دبل ديكر زي بتاع الاسكندريه عندنا، الناس تقدر ان هي تركبه ويبقى هوب اون هوب اوف. تركبوا مثلا في منطقه، تروحوا تنزلوا في منطقه ثانيه ينزلكم شويه، وبعدها بكام ساعه تروحوا راكبين اتوبيس غيره ويوديكم المكان السياحي اللي بعده. فكره برضو لذيذه لو حد عايز يعمل الموضوع ده في مصر، ان مثلا يبقى فيه اتوبيس بيعدي على هو ده سيتي سينج بودابست. فكرته موجوده في كذا مدينه في اوروبا، وهي ان انتوا مثلا بتركبوا ليتس سي عند الاهرامات، بعدها بشويه يروح موصلكم ينزلكم عند برج القاهره. بعد ما ينزلكم عند برج القاهره واتفسحتوا وطلعتوا ونزلتوا والكلام ده كله، يروح واخدكم على مثلا المتحف المصري او ميدان التحرير. بعدين من هناك يروح واخدكم على اماكن ثانيه. فالصراحه فكره سيمبل، ولكن ما اعرفش ليه مش موجوده لحد دلوقتي عندنا في مصر. يعني السياح عندنا بتعتمد اكتر على ان هي لازم تدور ايه الاماكن اللي تتزار والحاجات دي كلها، ويتنقلوا بتاكسي من مكان لمكان، ولكن ما شفتش فكره السيتي سايت سينج، الاتوبيس بتاع السيتي سايت سينج ده لسه. طبعا بودابست زي ما بقول لكم الفتره دي سياحيه جدا، هو اي نعم طول السنه، ولكن الفتره دي هتلاقوا سياح كتيره من بلاد اسيويه، او هتلاقوا مثلا امريكان، ناس من كل حته. يعني فعلا طول ما احنا ماشيين نادرا قوي ما هتسمعوا اللغه بتاعتهم، لان تقريبا مش عايز اقول رقم محدد، ولكن 60-70% من المدينه او العاصمه هنا معظمها اجانب. يعني حتى اللي بيشتغلوا في المحلات بتاعه الكباب او السوبر ماركتس والحاجات دي كلها هتلاقوهم مش من هنا يعني نادرا، او هتلاقوهم بقى طلاب مثلا بيدرسوا وشغالين في كافيه عشان زي ما تقولوا كده يحوش في الاجازه بتاعته، او عشان يلم المصاريف بتاعه الدراسه بتاعته وهكذا. ولكن ما يمنعش ان احنا اللي قابلناهم لحد دلوقتي من المجارين شعب الصراحه يعني ما ضايقنيش تماما. دلوقتي هنبدا ان احنا نخش بقى في السيتي سنتر. احنا بعدنا من محطه القطر ورانا، وبنحاول ان احنا نتمشى نوصل للسيتي سنتر عشان افرجكم على الزحمه بحقه حقيقي. احنا دلوقتي مش في منطقه سياحيه تماما، وهتلاقوا هنا البيوت برضو ليها اركيتكتشر خاص. يعني اي نعم بالنسبه لي مش جميله زي شوارع براغ، لان شوارع براغ من المدن القليله اللي ما اتدمرتش في الحرب العالميه، فمحافظه على جمالها والاوريجينال بيس يعني. ولكن هنا في بيوت كتيره بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، فتحسوا يعني شبيهه شويه بالبلاد اللي هي زي رومانيا وبلغاريا والحاجات دي كلها. ولكن طبعا ما يمنعش ان في برضو قصور وقصر البرلمان الشهير هنا وكباري طبعا تخبل زي ما العراقيين بيقولوا. ولكن انا شخصيا بحب شوارع براغ اكتر. وطول ما انتم ماشيين هتلاقوا بارز كده برضو، في كتير منها يعني متاقلم للفايب الاوروبي. فهتلاقوا مثلا ايرش باب، هتلاقوا مطاعم ايطاليه، الفايب دي كلها. ولكن هتلاقوا برضو حاجات لوكال جدا. هنحاول ان احنا لو لقينا مكان هنا نخش فيها. How are you bro? Where are you from? Iran. Salam Shaturi. I'm from Egypt. Yes, yes. And you are working here for how long? 3 years ago. 3 years. You Yes. came from Iran to Budapest. Yes. And you like it here? Yes, of course. Nightlife is amazing. Yes, yes, of course. And you speak all these languages? Or you? Not all of them. Persian, Turkish. My colleagues know the rest. Uh-huh. You know, one of them is Algerian, know French. And Okay, okay, Armenian, okay. Yes, English, yes, of all course. we know. Algerians know everything. Yes. And I'm sorry about the news from today. I No don't know, maybe problem. you are happy. I think most All Iranian happy, don't worry. Okay, so Have a good one. yeah, bye. take care bro. زي ما بقول لكم هتلاقوا كتير من اللي شغالين في المحلات ناس من حتت مختلفة تماما، ما لهمش علاقة بالبلد هنا. ولكن في ملاحظة تانية بقى لو خدتوا بالكم من اللي ماشيين ورايا، وفي منهم كتير جدا. يعني انا اتمشيت شوية قبل ما ابدأ لكم الفلوج. هلو. اتمشيت شوية قبل ما ابدأ لكم الفلوج، وفي كتير جدا 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 هنا في المدينة دي بالتحديد ناس من جيران. مش عايز اقول يعني اسم محدد عشان ايه ما نبقاش نقلب فلوج سياسي، ولكن في منهم كتير جدا. وده ليه؟ لان طبعا للي بيقرا في التاريخ عارف ان مدينه بودابست او المجر بشكل عام فيها بوبيليشن كبيره جدا من اليهود. ومش بس كده، ده فيها كمان اكبر معبد يهودي في اوروبا، غير ان ممكن يكون من اكبر معابد اليهود في العالم كله موجود هنا في بودابست. وكتير لو انتوا تعرفوا حد من البلاد المحتله هتلاقوا ان كتير منهم اصولهم من المجر او من التشيك او من بولندا والبلاد دي. ولكن هنا بالتحديد في بودابست، اي نعم انا في براغ بتمشى وبسمعهم ساعات، يعني هنا في بودابست سامعهم في كل حته وشايفهم في كل حته. فما اعرفش ممكن يكون في سبب اخر لوجودهم هنا. هم اللي ورايا دول برضو ممكن قوي يكونوا من هناك.
ولكن احنا بنحاول ان احنا يعني ما نتدخلش في الحاجات السياسيه. ولكن حد قال لي مثلا ان هنا الموساد له سنتر هنا، سمعت حاجات كتيره يعني ممكن برضو في النمسا، ولكن مش اكيد. ولكن انا قلت اقول لكم الملاحظه دي عشان تبقوا معايا على نفس الخط. هحاول ان انا اقلب لكم الكاميرا عشان اكيد في الفلوج اللي فاتت ناس كتيره ممكن تكون عملت كومنت ان انا ببين وشي كتير، ولكن انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم. بس مش عارف بقى الصوت لما بقلب الكاميرا بيبقى بنفس الجوده ولا لا، ولكن احاول ان انا اصور لكم. يعني هو بالنسبه لي غريب ان انا اكون بتكلم واصور حاجه تانية، ولكن حلو طالما انتوا بتحبوا تتمشوا معايا كده يبقى نصور لكم المنظر. منطقة هادية شوية من المدينة، لسه ما دخلناش السنتر. ممكن نتمشى كده عشان الظاهر السنتر هناك، وهتلاقوا كتير من السكوترز دي حوالين المدينة، بحيث ان انتوا لو عايزين تتنقلوا من مكان لمكان من غير ما تاخدوا تاكسي او من غير ما تخشوا في الزحمة، تقدروا ان انتوا تنزلوا الاب وتستخدموا السكوتر ده وتركنوه في حتة تانية. موجود في مدن كتيرة وموجود دلوقتي عندنا في القاهرة. وده شكل التاكسي هنا. ولو خدتوا بالكم هنا بما اننا برضه في الاتحاد الاوروبي فالعربيات معظمها مكتوب عليها حرف الاتش بما معناه يعني هنغري. والمفروض ان النهارده اجازه رسميه او حاجه كده، فكتير من المحلات هتلاقوها قافله. ولكن بلد جميله يعني، بلد جميله بشكل عام. وبصوا اللغه هناك مثلا مش هتفهموا اي حاجه من المكتوبه. ميرت از اوتخونوم ان فاجيوك، دي ممكن يكون عادي معناها مكتب بيع وشراء مثلا، عادي ممكن تكون حاجه بسيطه بالانجليزي، ولكن لما ترجموها بالمجري تحسوها ان هي حاجه معقده جدا. ادي مكان للتاي مساج، في كتير طبعا من الحاجات دي هنا. الاكل التايلاندي، ادي لسه اهو بنقول اكل تايلاندي. جاء قدامنا مطعم اسيوي اهو فيتناميز، وادي واحد تاني اهو تايلاندي. الكالتشر الاسيوي منتشر هنا كده. احنا بدأنا نخش في السيتي سنتر وهنبدأ نلاقي حاجات بقى ممتعة اكتر شوية. ادي مثلا مطاعم ايطاليه، ما اعرفش دي معناها ايه. نمزيتي دوهين بالوت. ما تضحكوش عليا يا جماعه وانا بحاول اقرا اليوفط، لان هيجي اليوم اللي هتزوروا فيه المجر وتعرفوا ان اليوفط doesn't make any sense، يعني ما فيش اي حاجه هتفهموها من المكتوبه. نحاول ان احنا نروح نزور الباسيليكا اللي هناك دي. هنا برضو منطقه الظاهر فيها عائلات يعني قاعدين كافيهات بياكلوا بيشربوا. احنا لحد دلوقتي نعتبر في المنطقه الهاديه ومنطقه راقيه، مش هقول لكم ارقى مكان لان في اماكن فوق على الجبل فيها فيلل بقى والسفارات والحاجات دي كلها، ولكن المنطقه اللي احنا فيها تعتبر برضو منطقه تاريخيه، ففيها الى حد ما يعني حاجه جميله برضو. ادي محلات السوبر ماركت الصغيره، نخش نجيب لنا حاجه نشربها عشان نفرجكم برضو على المكان. الو الو، هاو ار يو؟ جود. مصري ولا ايه؟ لا مصر طبعا. ما تهزرش. لا ما هزرش ليه؟ شحات اهو. انا حسيتك مصري من بره، قلت اخش اشتري من عنده حاجه نشربها. انت مش شايف؟ من فين بقى في مصر؟ المنيا. من منيا. احسن ناس. الله يخليك. بنتك ولا ايه؟ لا بنت اخويا. من منيا برضو. يعني اجدع ناس. من فين بقى؟ من منيا الجديده ولا من مركز مطاعي يعني من في النص. في النص. المنيا بالنسبه لي من احلى مدن مصر كلها. الله يخليك. مصور انا في منطقه زاويه السلطان اللي هي عارف المقابر الكتيره دي، ومنيا الجديده برضو والمنيا القديمه اهو. لا مدينه روعه يعني. وشغال هنا بقالك كتير؟ 18 سنه. 18 سنه. تنزل مصر كتير ولا مش قوي؟ فاضل 5 سنين ما نزلتش بس هنزل. طب يا عم مش تيجي تزورنا؟ لا هنزل، ده لازم انت. ماشي مستنينا. وانت ما رحتيش مصر؟ تتكلمي عربي ولا شويه؟ انت متربيه هنا يعني، مولوده امال ايه؟ هذا جايين جداد لسه. لسه جايه جديد. مبسوطه هنا؟ المجر حلو ها؟ تشرفنا بمعرفتكم. الله يخليك. ادفع بكارت ممكن؟ واللي انت عايز تدفع فيه. ماشي. جاي سياحه يعني؟ جاي سياحه مع زمايلي وبنصور حاجات كده يعني، ماشيين بالكاميرات بنصور كام حاجه. تمام حبيبي. وجايين كم يوم كده؟ لا بكره على طول ماشيين رايحين على بولندا والنمسا وكده. سمعت ان بولندا برضه حلوه. بولندا جميله بس هي المجر حلوه. انا عايش في تشيك اصلا فيعني شبيهه شويه. يا شبيهه. بس انت اتعلمت اللغه معقوله؟ على قد لا تقيله جو تتخلط. تقيله قوي اللغه ها؟ مصيبه. بس بتعرف تتعامل مع الناس لا وكده؟ طبعا. طب ادينا كلمتين كده مثلا، ازيك انا من مصر. لا هو يقول لك انت من تقول من ميورساق، ايجيبتو ميورساق. ميورساق يعني الدوله. ميرساق ماشي. معقده يعني. بس كويس انك ماشي حالك يعني. في مصريين كتير بقى على كده؟
لا احنا اصل الدوله برضه على جده، لا مش كده. على جده. بس اللي بيجوا بيدرسوا بقى طب وكده لا في هنا في تعاقد بين في الدراسه هنا. صح. في جميل. بس المصيبه برضه مش هنا، في المحافظه بتاع دبرسن بيننا وبينها دبرسن وسجد وسجد 270 كيلو في الحته دي. هنا قليل اللي ما يدرس في المحافظه نفسها، سجد وفي دبرسن. جميل. صح. جميل. امال اكتر جنسيه هنا موجوده عربيه ايه؟ توانسه وجزائريين وكده ولا مش كتير؟ المصريين والسوريين بس. السوريين والمصريين اكتر حاجه بتاعتين. جميل. بس خلاص اتشرفت بيك حبيبي. ماشي. يلا مع السلامه. يلا بالتوفيق حبيبي. لسه بقول لكم هنخش نشتري حاجه نشربها. طلع هو اللي شغال جوه مصري من المانيا، فحلو برضو الواحد يشوف مصري بيبقى روحه حلوه كده يعني. زي ما شفت دخلت على الراجل بيضحك ومرحب جدا، وجايب بنت اخته برضو من المانيا مؤخرا عشان تبدا تشتغل معاه هنا في البلد. فلا حاجه تفرح برضو ان الواحد يشوف ولاد بلده في مناطق تانية بيحاولوا ان هم يعني يسعوا، فحاجه جميله. ندوق بقى المشروب اللي احنا جايبينه ده. هنا بقى الفترة دي عندهم انتخابات، فطول ما احنا ماشيين هتلاقوا الصور دي بتاعت المرشحين. نحاول ان احنا نفتح بقى. انا عمري ما جربت الترايبود ده. نحاول ان احنا ايه نحطها كده. افتح بس الازازة. هوبا. المفروض ان ده يعني مشروب بطيخ، فناخد بق. الدنيا بدأت تمطر، فهيبقى صعب شوية ان انا اصور لكم زي ما كنت دلوقتي، ولكن مش مشكله ان شاء الله ما تمطرش جامد. من شويه كان في رعد وبرق وكان موضوع متعب جدا، فيعتبر دلوقتي الجو الى حد ما حلو. نشرب الفراوله بتاعتنا او البطيخ بتاعنا ونستمتع بالمشي، واخدكم معايا يعني. انتوا عارفين الفلوجز القديمه كان بيبقى فيها اديتنج بقى وحركات واصور لكم ونقطع ونحط، ولكن انا دلوقتي بحاول ان انا اصور لكم التجربه اكنكم معايا في السفريه يعني. بنتمشى مع بعضينا اهو، بنخش نسلم على مصريين ونقابل ايرانيين، ولسه هنتعرف على ناس كتير النهارده يعني. انا لسه بسخن شويه، انتوا عارفيني يعني. الناس اللي سافرت معايا في الحقيقه يعني ممكن من غير الكاميرا انا 10 مرات سوشيال اكتر مما انا على الكاميرا، لان انا ما اعرفش عندي شغف او متعه في ان انا اقابل ناس من كل حته واتعرف واتكلم ونجرب لغه على لغتين واحاول ان انا اعرف الناس من فين. فدي حاجه انا بستمتع بيها يعني. ادي مدخل عماره. مدخل عمارة جميل، تحسوا ان احنا ممكن نكون برضو عادي في شوارع الزمالك او شوارع بورسعيد. برضو احنا بلادنا جميلة جدا يعني. الناس طبعا مش مقدراها، او ممكن في ناس مقدراها ولكن مش واخدة حقها. بصوا ده بار كده، هنا في ناس لاتينوز هنا كتير يعني. الراجل لابس تيشيرت الارجنتين. ادي مدخل البار من هنا، وده مدخل تاني. بصوا ده المفروض بار. المدخل بتاعه تحسوا ان هو ايه، عربيه اتقلبت باب ترانسفورم. ولكن بشكل عام مدينه يعني بتتقدم يعني. المدينه دي انا جيتها من 10 سنين، من 6 سنين، من 4 سنين، والسنه دي. وفعلا الواحد بيحس بالتقدم والفرق من رحله للتانيه، لان البلاد دي طبعا برضو ليها مساعدات كتيره من الاتحاد الاوروبي، فبيساعدوهم ان هم يبنوا مباني احلى ويبداوا شركات احلى. وكتير من الشركات بتيجي تفتح هنا لان بيبقى ارخص لها. فهتلاقوا مثلا في بولندا في شركات كتيره عالميه موجوده هناك، والهيد كوارترز بتاعها كمان هناك، ولكن هي شركات يعني من بره، من امريكا ومن بلاد تانية كتير. ادي بار تاني على اليمين اهو. وطبعا زي مدن كتيره اوروبيه الناس بتحب ان هي تطلع تاخد بريك. هلو. الناس كتيره بتحب ان هي تطلع تاخد بريك، تشرب لها سيجاره سيجارتين كده، وبعدين يرجعوا يكملوا شغل زينا يعني. مش بعاد عنا قوي كده. احنا دخلنا على شارع رئيسي تاني، والمفروض ان قدامنا هناك في باسيليكا، معرفش هي ولا لا، ولكن هنخش دلوقتي نستكشفها سوا، او مش شرط نخش جوه، نشوفها من بره. منظرها من بره برضو فوق الروعه، ولكن الشوارع الرئيسيه هنا بتبقى حيويه زي ما انتم شايفين، كلها اتوبيسات ومحطات وناس بتتمشى. ودي السكوترز اللي بقول لكم عليها، غير بقى الاتوبيسات اللي بتلف حوالين المدينه اللي اتكلمنا عنهم. في برضو تقدروا ان انتوا تاخدوا كروز، تتفرجوا على المدينه من على سفينه صغيره كده تاخدكم في وسط النهر. خلينا مثلا ندي اكزامبل نهر النيل، تكونوا بتتمشوا كده او تكونوا راكبين مركب مثلا في نهر النيل، على شمالكم شويه برج القاهره، شويه السوفيتيل، شويه مش عارفه تشوفوا المعاد، شويه تشوفوا مثلا جزيره الذهب. افكار برضو هنا يعني زي ما تقولوا كده مخاخ شغاله مش بتنام. اي نعم احنا عندنا برضو حاجات شبيهه ليها، الفلوكه والكلام ده كله، ولكن مش بتبقى يعني شركات هي اللي بتنظمها، بتبقى يعني اشخاص بتروح على النهر تقول لواحد عايزين نركب فلوكه، يقعد يقول لكم سعر مش مضمون، مره يضحك عليكم مره ما يضحكش عليكم. فاحلى حاجه هنا ان كل حاجه فيكست برايس، فبتقدروا ان انتوا تحجزوها، تخشوا مكتب
مكتب رسمي، الاسعار مكتوبه قدامكم وتختاروا الباكج اللي انتوا عايزينه. وفي كذا شركه، يعني مثلا دي شركه بودابست بيج باص، ده يعتبر المنافس بتاع اللي احنا شفناها من شويه اللي هي سيتي سايت سينج. مباني طبعا فوق الروعه. كده بقى بدأنا نخش في السنتر، فهنبدأ ان احنا نشوف مباني احلى واحلى من اللي احنا كنا فيها من شويه. وبص كل دول كميه سياح. وفي الفندق اللي انا قاعد فيه مثلا في جروب كبير من امريكا، بيبقوا اطفال مثلا اهاليهم يهود، وبيبقوا عايزين ان هم يعرفوهم الكالتشر بتاعتهم، فبيروحوا باعتينهم رحله مع المدرسه يستكشفوا بقى المدن والمناطق اللي فيها كالتشر يهودي، يعني او اللي فيها تاريخ يهودي. زي مثلا هنا في حواري يهوديه، وفي بقول لكم اكبر معبد يهودي. في براغ برضو في كتير من الحاجات دي، او مثلا في بولندا في اوشفيتس. فبيروحوا الاماكن دي كلها بحيث ان هم يعرفوا شويه عن التاريخ بتاعهم. فكتير هنا في بولندا طول ما انتم ماشيين تلاقوا رحلات مدرسه من امريكا. نعدي دلوقتي الاشاره، اول اشاره نعديها النهارده وهي خضراء، فنحتفل بكوننا يعني سيتيزنز محترمين، مش زي ما كنا بنعمل من شويه بنعدي الاشاره وهي حمراء. يعني سهل جدا ان انتوا تطلعوا المصري من مصر، ولكن الصعب ان انتوا تطلعوا مصر من المصري. فالمصري يعني معروف بجبروته زي ما بيقولوا، ولكن نحاول ان احنا نحترم برضو الرولز طالما احنا موجودين هنا في بلد جميله ومحترمه ومنظمه. ادي شويه مباني عاديه، يعني مش من المباني القديمه اللي هي على شكل التراث اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في بقى تراث كتير، انا مش هعرف ان انا ادقق معاكم في انواع التراث. هنا في ارت ديكو وفي اسامي كتيره من الاسامي دي، ولكن انا مش خبير فيها فمش هنألف. ولكن برضو في مباني كتير من اللي هي المباني الشيوعيه دي. فمدينه قعد فيها العثمانيين فتره في ال 1500 ال 1600 كان في هنا العثمانيين، ففي تاتش شويه تركي، وعدى عليهم بقى حاجات كتير. يعني مش هنخش في تفاصيل التاريخ بتاع المجر، يعني انا حابب اكتر ان انا افرجكم على الشوارع والناس والكلام ده كله، فهنسيب التاريخ لمره ثانيه. ولكن فور ناو نكتفي بان احنا بنتمشى ونستمتع بالجو الجميل. المطره قلت شويه، فهتلاقوا الناس تاني طلعت وقاعده متشمسه في الجناين، واللي قاعد مريح مع اصحابه على البنش زي ما انتم شايفين كده، يستمتع بشويه ميه كده وموسيقى واجواء جميله الصراحه. يعني اوروبا في الصيف بالنسبه لي توب 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 توب. ادي منطقه برضو تحت كده اللي عايز يقعد يشرب له برايه 2 او يشيش. ودي حديقه، وورا شايفين الفيرس ويل دي لو عايزين تروحوا تركبوها وتشوفوا المدينه من فوق شويه. ففي اوبشنز كتيره، يعني الواحد لو جاء بودابست يوم او يومين يقدر ان هو يشوف المدينه من كذا انجل مختلف، من انجل تاريخي، من انجل مودرن، يقدر ان هو يشوف المناطق الجديده الحديثه زي اللي احنا فيها دلوقتي، يقدر ان هو يخرج كده ويستمتع بالطبيعه. في اوبشنز كتير. احب انا المدن اللي هي فيها اوبشن تشوفوها من كذا انجل مختلف. ويقال، بس انا عايش في تشيك فالموضوع يعني صعب بالنسبه لي ان انا الاحظه، ولكن يقال ان بنات بودابست من او بنات المجر بشكل عام من احلى بنات في اوروبا. ولكن انا يعني I beg to differ، لان بالنسبه لي كل واحد بقى له التيست بتاعه. من اللي انا شايفه ان الموضوع ده مش حقيقه، ولكن انا يعني اقدر اتفهم الناس اللي هي بتفكر كده او اللي هي رايها كده، لان برضو هم هنا يعني مش بطالين. ولكن انا شخصيا بالنسبه لي ان هم مش التوب يعني، ومحدش يسالني ايه التوب لان مش هنخش في الحوار ده. انا بس قلت اقول لكم ملاحظه واحنا ماشيين كده، لان ناس كتيره قالت لي الموضوع ده، وكم حد كل ما اقول له هنروح بودابست يقول لي ايوه بقى يا عم ومش عارفه ايه. ففي السمعه دي عن المدينه اللي احنا فيها دي. Hey bro, how you doing man؟ بصوا اجواء. بصوا انا الصراحه معيش كوينز فنتفرج عليهم. زيرو. عايزني احط فلوس طبعا، لان المفروض ان انا لو اصوره ان انا اديله بقشيش حتى، ولكن للاسف معيش. Nice to meet you. What's your name? What's your name? What's Stepan. 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 Safe. Nice to meet you. Very good. ناس محترمه جدا مرحبه برضو، لان المفروض ان اللي بيلعبوا موسيقى دول لو عايزين تصوروهم يعني بتسيبوا لهم كوينز. بس انا فعلا معيش، يعني انا لسه واصل المدينه وكل حاجه لحد دلوقتي اشتريتها بالكارت بتاعي يعني، فما لحقتش ان انا اجيب كوينز. والظاهر ان المنطقه اللي احنا فيها دي برضو فيها جماعه كتير من اللي شغالين في البنايه، فهتلاقيهم طالعين واخدين بريك كده يشربوا السيجاره الجميله بتاعتهم. وده
مترو. زي ما بقول لكم المدينه دي فيها طرق تنقل كتير جدا، يعني في الترام، في المترو، في الاتوبيس، في السكوترز، في التكاسي، في الاوبر، في البولت، اوبشنز متعدده. فنادرا قوي ما تلاقوا مدينه زي بودابست مزدحمه، يعني كتير هتلاقوا الدنيا راقيه الى حد ما. مين؟ حبيبي ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ انت جيت احنا بنصور. عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه بقى؟ ابراهيم. حبيبي يا هيما. انت عايش هنا بقالك كتير ولا ايه؟ انا لا بدرس هنا بقالي يا دوبك 8 شهور. 8 شهور ها، يعني لسه فريش. لسه فريش. عادي اصورك؟ كمل. عادي انت جيت وانا بصور لا لا عادي عادي مفيش مشكله. طب عرف نفسك بقى. انا ابراهيم. هيما من بودابست. خلاص جايت من بودابست. بس انا مش مصري، بس من مواليد مصر. ما تهزرش انت. انا من اريتريا اصلا. ما تهرجش. والله. اوبا يعني لهجتك ما يبانش عليها. تمام. مواليد في مصر وعايش في مصر طول حياتي. وبترجع اريتريا ولا لا. اهلك بس؟ ما رحتش ولا مره خالص. انا لسه حلمي ان انا ازور اريتريا يعني. صعب الفيزا، وعارفه ان هناك الانترنت برضه فيه مشاكل وبتاع، بس حابب ان انا ازور يعني. بدوي. ايوه موجود معايا هنا دلوقتي. بجد؟ يا سلام موجود عليك في الأوضة. زميلتك انا شايفها هناك في الثانيه. بتدرس ايه بقى هنا؟ انا بدرس ماسترز في مانجمنت ليدرشيب. اوكي. مبسوط يعني في بودابست؟ لذيذ قوي. يعني لو هتلخص بودابست في 3 كلمات كده تقول ايه؟ عفويين جدا. اوكي. اجريسيف قوي. ملهاش علاقه بعض، عفويين بس اجريسيف. بس بتلاحظ ان الصغيرين لزاز، الكبار شويه. الصغيرين هتلاقيهم اكتر بيخرجوا وبتاع، وبيقعدوا حتى زي ما انت شايف في الشوارع كده. صح. الكبار هم اللي شويه. الكبار شويه يعني هم صغيرين كده. ماشي. وايه تالت بقى حاجه؟ تالت حاجه النايت لايف هنا رهيبه. رهيبه. هتتبسط قوي. ماشي خلاص. النهارده لو في مجال خلاص ابعت لي وممكن نخرج سوا. احنا كده كده اخر ليله لينا هنا. اوكي. فلو حابب ممكن نتقابل. خلاص مفيش ماشي. مشكلة. عندك انستجرامي؟ عندي. سيف. هو سيف. لا برضه سيف انا عارف. سيف. قشطه حبيبي. فرصه سعيده جدا يا هيما. اشوفك. ماشي. يلا ميرسي انك ناديتني. اهو لسه كنا بنتكلم على ان المجارين عفويين واجريسيف، فقابلنا ابراهيم دلوقتي. لذيذ جدا يعني. اي حد فيكم لو شفتوني في اي مدينه من اللي انتوا عايشين فيها نادوني كده ونقعد نتكلم مع بعض. وممكن ابراهيم نقابله تاني بالليل. احب انا برضو لما الواحد يقابل مصريين كده ويشوف المدن اللي هم عايشين فيها من عيونهم. فبيقول لنا ان هم اجريسيف، الكبار زي ما قلت لكم، الصغيرين عفويين ولزاز والكلام ده كله. ولكن بشكل عام طبعا بودابست معروفه بالنايت لايف، هي وبراغ ومدن تانية كتير. لان الناس هنا اللي بيبقوا بيعملوا ايرازموس او بيعملوا كورس مثلا في برشلونه في فرنسا 6 شهور، بيحبوا ان هم يسافروا في الويك اندز، يروحوا مدن من اللي هي زي بودابست عشان يخرجوا ويتبسطوا والكلام ده كله. فكتير طبعا من بودابست. عشان كده بقول لكم ناس لما بقول لها انا رايح بودابست يقولوا لي ايوه بقى يا عم هتخربها ومش هتعمل ايه، ولكن عادي انا جاي بصور فلوج. يعني زي ما انتم شايفين كده بكون جاي اصور فلوج، والناس تقعد تقول لي اخربها والكلام ده كله. الواد ده شبه مودريتش، ولسه الفتره اللي احنا بنصور فيها الفلوج دي مش معروف مودريتش هيكمل في مدريد ولا لا، ولكن نتمنى، انا كمدريدي على الاقل اتمنى ان مودريتش يكمل في مدريد. عارف ان امبابي رايح مدريد فالموضوع هيبقى معقد شويه، ولكن نتمنى ان هو يكمل. واسف طبعا لاي حد هنا بيشجع برشلونه او اتلتيكو النوادي التانية دي، ولكن انا يعني عشت فتره من حياتي في مدريد، فلازم ان انا ابقى كده من القلب. كده احنا بدانا نخش للسيتي سنتر. هتلاقوا بقى البيوت اكتر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بيوت مهندمه ومتحافظ عليها ويعني عريقه اكتر شويه. هذه منطقه سنترال، تحسوا ان احنا داخلين برضو السنتر بتاع فيينا، شبيه بالمنطقه اللي احنا فيها دي. المكان جميل، وزي ما كنت بقول لكم هتلاقوا كتير من معرفش ايه جمع نافوره، نوافير او النافرات، هي نوافير غالبا. فدي نافوره هي، ممكن نقف برضو نشرب منها. سامعين الرعد والبرق؟ في رعد وبرق، في عائلات عربيه اهي، ظاهر سوريين زي ما كان بيقول لنا. في سوريين كتير هنا. المصريين تواجدهم مش كتير قوي، معظمهم هنا بيبقوا طلاب. امبارح قابلنا بنت شطوره جدا من القاهره بتدرس هنا وبتعمل 2 ديجريز في نفس الوقت، يعني بتدرس طب وبايو انجينيرنج وبتتكلم مجري وشغاله في المطار. فمتخيلين قد ايه يعني عصاميه، فحاجه تفرح جدا. وبما ان في قدامنا اسره جميله جايه، فكرتني بحاجه اقولها لكم، وهي ان كتير من الناس اللي عايشه هنا في بودابست ومدن من البلاد اللي حوالينا دي جيبسيز او غجارين، اللي هم اصولهم تبقى جايه من رومانيا، وبيقولوا ان اصولهم من قبل كده كمان جايه من الهند. وكلمه جيبسيز نفسها جايه عشان الجماعه دول لما راحوا انجلترا اول مره الناس افتكروهم ان هم مصريين فسموهم جيبسيانز. فاحنا موجودين في الموضوع ولكن ملناش علاقه بيه. في كتير هنا هتلاقوهم بيبقوا
سمر كده وشبهنا شويه، يعني بيبقوا مليانين اكتر سنه، ولكن بشكل عام شبهنا. يعني لو جم اتمشوا في مصر محدش هيلاحظ ان هم مش تبعنا. هنا بقى في الشارع الرئيسي ده هتلاقوا كتير محلات هدايا، محلات سوفينيرز، كافيهات وحاجات يعني سياحيه اكتر شويه. ولو طلعنا كده هنخش على النهر. احنا ممكن نطلع كده نتفرج على النهر شويه بما اننا في مدينه بودابست، فطبعا ما ينفعش ان احنا نصور لكم فلوج من غير ما نعدي على النهر. فهنخش دلوقتي مع بعضينا نعدي على النهر ونفرجكم على الكباري الشهيره. هي المدينه اللي زي دي. What's up bro? You are also from Red Bull, huh? Yes, Where are you from? I'm from Uzbekistan. Uzbekistan. Yes, you Очень from? приятно. Я из Египет. Egypt, Egypt, yes. Yes. You are from Bukhara, Samarkand, Tashkent? Bukhara. Bukhara? Yes. I got it on the first time. So I love tonight, your country, by the way. I love your country even more than you love my country. Yes. So tonight, I see you in the hostel. Yes. All right. We will Thank you. gather together and we will talk. Your name? Akmal. Akmal. And you? Saif. Safe. Yeah, like Saifuddin. 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 Nice to meet you, bro. Same here, bro. Take care. What do you think of Budapest? Cool country. I think the first of all, the city for people. Okay. The no traffic. No traffic. Everyone's walking. Everyone. Yes. And Greenland. It's I your love- first time? Yes, in Budapest first. All right, man. Thank you Okay, for. bro. ادي زي ما انتوا شفتوا اجانب من كل حته. ده المفروض ان هو معانا في التشالنج بتاعت ريد بول. برضو هيحاول ان هو يروح من بودابست لبرلين من غير فلوس. في فرق من كل بلاد العالم، يعني حوالي 300 فرقه، وكل فرقه مكونه من 3 اشخاص. فيعني متخيلين 1000 شخص تقريبا هيحاولوا ان هم يروحوا من كذا منطقه في اوروبا لحد برلين من غير فلوس تماما. طبعا اللعبه دي تخصصي، ولكن انا المره دي مش داخل يعني انافس، انا داخل اصور لكم شويه. فهنحاول ان احنا نصور لكم الكام يوم الجايين. ولا زي ما بقول لكم في تواجد كبير هنا لللاتينوس، ارجنتينيين بقى، مكسيكيين، الناس دي كلها. وده مدخل عماره، تحسوا ان هو ممكن يكون مدخل عماره في مصر يعني، او في الاسكندريه. حلو يعني، حلو برضو ان الواحد يقارن بلده ببلاد مختلفه. عارف ان كتير منكم هيقعد يقول لي انت ليه بتقارن مصر ببلاد تانية، ولكن انا بحاول دايما ان انا ادور على حاجات اللي شبيهه والحاجات اللي عندنا يعني عكس البلاد التانية، عشان برضو الواحد يتعلم الفروق والسيميلاريتيز او التشابهات بين البلاد التانية. كل واحد له طريقه برضو من الاستكشاف، فما تظلمونيش يا جماعه برضو، لان انا ليا طرقي الخاصه في ملاحظه الحاجات. وبرضو يعني انا مش متربي في مصر بس، يعني عشت فتره في اسبانيا وفتره في مصر وفتره في دبي وفتره في التشيك. فيعني المقارنه عندي بتبقى مختلفه شويه، يعني ما بقارنش كل حاجه بمصر بالتحديد، ولكن بشوف ايه اللي بيفكرني بايه وايه اللي بيحسسني ان انا في مكان مثلا معين وهكذا. دلوقتي احنا داخلين على منطقه النهر. ادي واحد من الكباري الكبيره، وده فندق الماريوت، من يعني اكبر واعرق الفنادق هنا في بودابست. الماريوت يعني عاده بيبقى سنترال وبص على النهر، زي عندنا برضو في التشيك. الماريوت واخد حته سنترال يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فين حضرتك؟ سوري؟ سوري نعم. سوري، فرصه سعيده. حسيتك سوري عشان كده قلت السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اخبارك؟ كله تمام. عايش هون؟ نعم نعم. بقالك كتير زمن؟ من 1988. واو كتير. بس يعني معناها حابب البلد؟ والله حلوه هي، مريحه يعني الاعصاب إيه لا انا شايفك قاعد مرخي ومأنتخ. الحلاوه اللي فيها يعني بالدرجه الاولى طبعا الشعب الهنغاري بيترافق معك، يعني بيعمل معك صحبه كويس، مع ان ناس كتيره بتقول ان الشعب عنصري لا لكن طبعا اذا بتقارنه بالمانيا، بفرنسا، بالنمسا، مستحيل تلاقي واحد نمساوي مثلا يقعد معاك انت كغريب عن البلد. صح، يعني هنا لا، في ممكن، وفي شغل وفي تعامل وفي صداقات ايام وفي زواج مثلا. طب الحمد لله كويس، يعني مبسوط. انت بقالك فتره يعني عمر تقريبا. انا جيت لسه كان بعد هون شيوعيه. صح 91 فرقوا هم 91 حل الاتحاد السوفيتي ايام خرشوف، فطلعوا منهم كمان. وانت دلوقتي خلاص مبسوط هنا يعني؟ خلاص ما يعني. ليك اولاد، ليك اسره؟ عندي زوجة مجريه ولا؟ زوجي مجريه نعم. وتمام يعني تأقلمت خلاص. شرفت بيك. واسمك جاي سياحه؟ جاي سياحه، كنت مع اصدقائي بنصور يعني. انا اسمي صالح. فرصه سعيده جدا. من حلب. من حلب، اجدع ناس. نعم. انا من القاهره بس عايش في تشيك. فيعني بحصلك. كويس. تشيك انا رحت تشيك بال 93 من عندكم من مصر. جا هنا من فتره 10 سنين يمكن. اقعد معاك شوي. تفضل. فجا اشتغل في هنا في بازار الصينيين. يبيعوا بضاعه صينيه، وفي عرب
هناك بيشتغلوا بتصريف الفلوس. كل الاكسشينج معروفين Exchange. المصريين في نعم. فكلمته امه من مصر، قالت له ايه لقيت شقه؟ قال لها يما ادعي لي، لقيت شقه حلوه جدا جدا وبتخر ميه سخنه 24 ساعه. بتخر مش دش. يعني هو فاهم ان هي ايوه. وايه سبب بقى وجود اليهود هنا كتير بس؟ انا سالت يهودي قلت له ايش رايك ببودابست؟ فكان رده قال لي نحن بالنسبه لنا نعتبر بودابست تل ابيب الثانيه. تل ابيب الثانيه. انا لو واخد بالي هنا في كتير من وبعد مع ذلك كان في الحرب العالميه الاولى والثانيه كان في هنا اضطهاد، كان في يهود كثير بالمنطقه هنا، حتى بتروح من هنا من قدام في لهم معبد، اكبر معبد اتوقع بالضبط. والمنطقه اللي حواليها دي كان كلها يهود، لكن وقت اجوا اتحاد الالمان هتلر وحرب وكذا طردوهم. فبيرجعوا هم لسه متعلقين متعلقين فيها يعني. استاذ صالح اتشرفت بيك واسف على الازعاج. لا والله انا بالعكس واتشرفت بيك. واي وقت حابب تزورنا في مصر رحت انا مصر في تشيك تنورنا. قعدنا نرغي كتير مع الاستاذ صالح ولكن الجو قلب مره واحده فودعت الاستاذ صالح هناك اهو، والمفروض دلوقتي ان احنا نروح بقى عشان الظاهر ان الجو هيقلب. يا نهار اسود. استحمينا يا جدعان. يا لهوي. اتبهدلنا يا جماعه، استحمينا. يا لهوي يا جماعه، بص اليوفط بتطير. Man, crazy. You are from here? It happens a lot? No, huh? حتى الناس اللي من هنا مستغربة يا جماعة، الموضوع ما بيحصلش يعني منه كتير، ولكن النهارده الظاهر فيه حاجة مرعبة. بص اليوفط بتطير كده. احنا استحمينا وللاسف احنا مسافرين بكره، فمش عارف اللبس اللي انا لابسه ده هيلحق ينشف ولا لا، فهنستكشف لما نرجع. لا الوضع صعب جدا وخطر، لان في حاجات كتير عماله تطير، يوفط وانوار، والناس كلها زي ما انتم شايفين واقفه مستخبيه زي. اي نعم احنا مش مستخبيين قوي لان المايه لسه بتيجي علينا، ولكن احسن من ما فيش. للاسف هضطر ان انا انهي الفلوج هنا، فكالعاده استنونا في فلوج جديده ومغامره جديده. until then take care and safe travels، او مش safe قوي.